السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بفيديو تاني عن الأبراج باختصار، وبرج النهاردة برج القوس. ولكن قبل ما أبدأ تكونوا تعملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين الجرس. خلينا نبدأ. أول حاجة عاوزة أقولها عن برج القوس، البرج الناري اللي مش شبه حد، اللي دايما مميز بشخصيته القوية الذكية. في ناس كتير دلوقتي قوس هيبصوا الفيديو يقولوا ايه اللي بتقوله ده، عشان في قوس كتير اعرفهم وفي قوس كتير بشكل عام مش عارفين قيمة الحاجات اللي جواهم واللي عندهم، عشان كده بيظلموا نفسهم كتير ومش عارفين ان هم ممكن يكونوا القوس القوي والواثق من نفسه. ده اللي انا بتكلم عنه. في امثله كتير لقوس نجحوا في الحياة، زي مثلا عندكم جوال اللي هي بدأت ببرنامج بسيط بتساعد فيه الستات ان هم يحسوا ان هم احلى، وبعدين بقت دلوقتي بيزنس وومن وسي او وناجحه جدا في حياتها، ودماغها بجد ما شاء الله يعني نظيفه جدا في البيزنس. والقوس كلهم عندهم القدره ان هم يكونوا اي حاجه هم عاوزينها، يعني هم يحلموا بس وممكن يحققوا اللي هم عاوزينه. هم مش بس بيحبوا يتعلموا حاجات وعندهم ثقافه عاليه، لا هم عندهم الحته دي ان هم ممكن يعملوا اي حاجه هم عاوزينها. يعني حرفيا اي حاجه هم نفسهم يعملوها هيعرفوا يعملوها، عشان هم عندهم الذكاء، عندهم القوه، عندهم الطاقه. بس فين المشكله؟ لما الثقه ما تكونش موجوده. هتلاقي دايما عند القوس في البدايه بقى لما يكون صغير ما عندوش الثقه دي، عشان القوس بيحب يكتشف حاجات كتير، بيحب يكتشف نفسه، بيحب يكتشف الناس اللي حواليه والبيئه اللي هو فيها. هتلاقي ان هو زي ما بيقولوا بالانجلش late bloomer، يعني بيطلع او بيظهر متاخر. مش كل القوس، اعرف قوس كتير في طفولتهم كانوا بجد رائعين ولذيذين وكده. القوس التاني لا، هتلاقي ان هو بيتعلم وبيمتص، ولما بيكبر بقى بيصدم الكل اني انا كنت قاعد كده ومش بتكلم وساكت، او كنت قاعد مش شخصيتي مش باينه، بس لا انا اهي هي دي شخصيتي. عشان هو بيمتص وعنده ذكاء ان هو يتعلم من كل انسان احلى حاجه عنده، وعنده برضو القدره ان هو يكون ذكي وعاطفي في نفس اللحظه. بس عاطفته مش نقطة ضعفه، يعني مش زي ما الناس فاكرة ان نقطة ضعف القوس عاطفته. هو لازم يكون عنده حاجة بيفرغ فيها طاقته العاطفية، صح مظبوط، بس لو عيلته موجودة او الناس اللي بيحبها موجودة في حياته ده كفاية بالنسبة لهم. يعني ممكن نقول ان هو صح برج بيحب ان هو يعني يعيش حالة حب زي اي انسان في العالم، بحب حالة الحب والعلاقات وكده. برضو مشكلة عند القوس ان هو ممكن يختار الشريك الغلط في علاقاته العاطفية، علشان هو مش متهور، بس عشان هو بيحب الاختلاف كتير فهو ممكن يجازف ويكون مع انسان مش شبهه، او انسان بعيد عنه تماما عن طريقة تفكيره وعاداته وتقاليده. وده بيعمل مشاكل اكيد، عشان الانسان صح حلو ان هو يجرب حاجات جديدة ومختلفة، بس مش دايما، ومش دايما بتبقى صح. القوس عنده عطش للعلم، وخصوصا للتجارب المختلفة، التجارب اللي ملهاش علاقة بالحاجات الطبيعية الروتينية. يعني القوس ممكن نقول أكتر برج مش بيحب الروتين، بيحب يحس إن في حاجة مستقرة في حياته، بني آدمين مستقرين في حياته، بيت مستقر، بس مش بيحب يحس إن هو لازم يرجع، لازم يشوف الناس دي، لازم يعمل كده. يعني أكتر حاجة ممكن تقفل القوس منك لو أنت قلت له اعمل كده، سوي كده. بجد من اكتر الابراج اللي بتحب الحريه الحمل والقوس بالدلو. التلاتة دول لو خلقتهم بجد مشكله كبيره. القوس عامه دايما بيظهر بشكل ان هو يعني اللي هو فكاهي وواثق من نفسه ومفيش حاجه فارقه معاه، بس هو من جوه بيكون في حاجات كتير محدش يعرفها. يعني هو لوحده غير هو قدام الناس، قولوا دلوقتي كل الناس كده، بس القوس ممكن يصدمك. يعني التغير اللي بيحصل ما بين الناس اللي بتشوفه وحقيقته صادمة جدا، عشان مش يعني ازاي ده نفس الشخص. يعني تلاقي مثلا انسان من جواه عاطفي جدا، حنون جدا، عايز الناس حواليه تتلم، عاوز عاطفة، محتاج كلام حلو، بس هتلاقي الوش اللي ظاهر بره مش محتاجة حاجة من حد. انا مش مستنية حاجة من حد. والصورة اللي هم بيظهروها دي، الشكل الخارجي ده، عشان يحموا نفسهم من غيبات الامل. علشان القوس زي ما كل برج من الابراج بيعاني من نقطه معينه في حياته، قوس من الابراج اللي ممكن نقول عليها محظوظه ماديا، او في حياتها هتلاقي ان هي مش قليله حظ يعني في الماده في الفلوس، بس بيدفعوا تمن الموضوع ده. ممكن يدفعوا تمن ان العيله ما تكونش متواجده معاهم كتير ومش مدياهم اهميه، ممكن ان هي بتروح الفلوس دي بتروح بسرعه، يا اما هم مش قادرين يعملوا حاجه في الفلوس دي. فتلاقي ان هم دايما عندهم عطش ان هم يوصلوا ينجحوا، بس مش زي مثلا برج الجدي اللي بيعمل الموضوع ده بانتظام وباستقرار. هتلاقي القوس لا، بيعمله بتهور، بيعمله بسرعه وبينجح، على فكره بينجح دايما. بس مشكله القوس الحقيقيه ان هو مش بيعرف امتى يوقف اي حاجه بيعملها. يعني عنده البدايه سهله بس النهايه مش سهله، نهايه صعبه. وهتلاقي ان هو ده مش بس في قراراته، حتى في الناس اللي هو بيعاشرها. يعني هو بيعاشر ناس مش بيحبها، بس مش بيعرف ازاي يقول باي 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 امشي.
طريقته ان هو يبدا وينجح مش بانه ينهي، ما بيعرفش ينهي اي حاجه هو بداها. وده برضو ممكن نقول ان هو بيروح حته شويه كده بعيده، ان هو حتى عنده مشكله بكثره الحاجات اللي بيعملها. يعني مثلا حاجه بيعملها غلط واحده هيفضل يعملها، مش بيعرف يوقف بسهوله. سيطرته على نفسه مش زي ما الناس فاكره. هو صح بيمتص غضبه، وصح بيعرف ازاي يتعامل مع الناس بالمواقف الاجتماعيه، صح مظبوط، ولكن لما الموضوع بيجي بنفسه بتحس ان هو بيعاقب نفسه، بيعاقب جسمه. لازم يكون بيعمل حاجه مش صحيه. ايه هي بقى؟ كل واحد تختلف عنده بقى. القوس بالحب بشكل عام، كل ما حبك اكتر كل ما حب يوريك اماكن جديده، كل ما حب يوديك حتت جديده، كل ما حب يكتشف الدنيا معاك ويسمع ارائك وافكارك، كل ما وثق فيك اكتر. ولو انت عاوزه يحبك اصلا لازم تكون انسان متفتح متقبل لكل الحاجات اللي هو ممكن يقولها، عشان هو احيانا يقول حاجات غريبه جدا. لازم تكون متقبل شخصيته مش باينه للناس، الشخصيه الحقيقيه اللي مش بتبان. لازم تحترم ان دي رغبته وان هو مش عايزها تبان. لازم تديه القدره ان هو يكتشف حاجات معاك، ما تكبتوش. عاوزه يكرهك قوله ما تعملش كده، اعمل كده. احكمه بالوقت، احكمه بالمكان، سيطر عليه، كون عائق ليه. يعني كون انت دايما سبب ان هو مش عارف يعمل حاجه، كده هيكرهك. كون متحكم والزق فيه. كل ما لزقت في القوس اكتر كل ما كرهك اكتر. ودي حاجه على فكره عن تجربه، يعني كل ما انت حبيت قوس اكتر ما توريهوش الحب ده بانك تلزق فيه وتكون عاوز تكون معاه طول الوقت، عشان هو هيطفش. باختصار برج القوس برج مرح، برج ذكي جدا 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 جدا، ناجح جدا، مميز جدا. القوس كلهم مختلفين عن بعض، كلهم لذيذين على فكره معظمهم يعني، وكلهم اذكياء جدا. يعني انا مدرسه وشفت طلابي القوس بعشق ان انا ادرسهم، عشان هم بيفهموا الحاجات بطريقه بجد يونيك جدا، وانا بدرسهم كده بيخلوني استمتع، بحس ان هم فاهمين كل حاجه انا بقولها. ما شاء الله عليهم بجد. القوس ذكي جدا. باختصار عاوز تخسره احكمه، سيطر عليه. ما بيحبش حد يسيطر عليه، سيبه يعيش حياته ويختار لنفسه. بس تشوف حد سيء حواليه وهتشوف كده كتير، انصحه. القوس عنده حكمه كبيره جدا بان هو يدي نصايح للناس ويساعد الناس، بس للاسف لما الموضوع بيرجع لنفسه هتلاقي ان هو مش حكيم بقراراته زي ما لازم يكون، وهتلاقي في ناس كتير خبيثه في حياته، عشان هو طبعه انسان مرح ولذيذ ويعني بيحب الحياه بشكل عام. هيجذب ناس تاخد منه الموضوع ده، تسحب الطاقه دي وتستغلها هي وتستفاد منها، هو يفضل في الاخر ما عندوش الطاقه دي. فهو ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. عايزاكم تقولوا تحت في التعليقات رايكم ايه المعلومات اللي انا ما قلتهاش في الفيديو اللي انتوا عاوزين تشاركوها. هو تحت في التعليقات، خلينا نشوف. وزي ما بقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.